استخدمت انتي جرافيتي 2.0 عشان اعمل 4 AI agents. اول واحد هو اللي بيدير الشغل، والتلاتة التانيين كل واحد منهم خبير في حاجة. في مثلا خبير اللياقة البدنية او مدرب الفتنس بتاعي اللي عارف عني كل حاجة، وكمان في خبير العلاج الطبيعي وخبير التغذية اللي هيقول لي اكل ازاي واكل امتى. عارفين عني كل المعلومات اللي انا حاططها في فايل متأمن على جهازي، كل التفاصيل عني، عن الاصابات اللي عندي، عن تاريخي مع التمرين. كل دول بقى بيقعدوا مع بعض كل اسبوع يتناقشوا ويطلعوا باحسن خطة اسبوعية للتمرين بتاعي عشان اقدر احمي نفسي واحافظ على صحتي من قعدة الكرسي الطويلة. انا خلاد سوفت وير انجينير، كل شغلي قاعد على المكتب وقاعد على الكرسي. عندي المكتب اللي بيطلع وبينزل، فاحيانا بقف واحيانا بقعد، بس ستيل الموضوع متعب جدا لما بتقعد لوقت طويل 8 ساعات او اكتر. في الفيديو ده بقى هقول لك خطوة بخطوة ازاي تعمل السيت اب بتاعك دوت ببلاش مجاني تماما، وهديك كمان كل الفايلز والمعلومات والبرومتس اللي انت هتحتاجها، وهقول لك ازاي تعمل السيت اب ده لنفسك في دقايق. قبل ما نبدأ في التطبيق العملي لازم تبقى عارف ان ال AI Agent Orchestration معناها ان احنا بيبقى عندنا اكتر من ايجنت بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا مهمة معينة. بنعمل كده عشان كل ايجنت يبقى عنده الكونفيجريشنز الخاصة بتاعته او يبقى خبير في حاجة معينة، فما ياخدش توكنز كتير وما ياخدش وقت كتير ويطلع احسن نتيجة. على عكس ان انا لو اديت كل المهام او مهمة كبيرة ل AI ايجنت واحد، بيقعد ياخد وقت كبير والكونتكست بتاعه كمان بيزيد، فبيبتدي انه يغلط احيانا والاجابات بتاعته ما تبقاش دقيقة قوي. وعشان نعمل الايجنت اوركستريشن فاحنا هنا بنستخدم بلاتفورمز او منصات عشان نقدر نعمل بيها الاوركستريشن، ودي بتتقسم لثلاث انواع. اول نوع وهو الكود فيرست، وهنا احنا بنحتاج نكتب كود عشان نعمل الكونفيجريشنز والاعدادات بتاعه الايجنتس، ومثال على كده لانج جراف او كرو اي اي او اوتوجين وانتي جرافيتي 2.0. النوع التاني وهو اللو كود، وهنا في معظم الأحيان مش بنحتاج نكتب كود عشان نعمل الكونفيجريشن، ومثال على كده فلو وايز و N8N وبرضو انتي جرافيتي 2.0. النوع الثالث وهو الانتربرايز كلاود بلاتفورمز، ودي اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة عشان تعمل شغل على نطاق واسع زي امازون بيدروك وفيرتكس اي اي وايجر اي اي ايجنت سيرفيس وبرضو انتي جرافيتي 2.0. ولو لاحظت هنا ان انتي جرافيتي 2.0 بيقدر يشتغل معاك في كل المراحل، لو هتشتغل كود فيرست او لو كود او حتى انتربرايز، عشان جوجل بتوفر انتربرايز فيرجن من انتي جرافيتي عشان تقدر تستخدمها الشركات الكبيرة بنطاق واسع. اللي احنا عايزين نعمله النهاردة ان يكون عندنا 4 ايجنتس. اول واحد هو الاوركستريتور او الماستر، وده بيدي المهام ل3 ايجنتس تانيين كل واحد منهم خبير في الحتة بتاعته. وهنا احنا عايزين نعمل الاعدادات ديت مرة واحدة بس عشان الايجنتس كل اسبوع يشتغلوا مع بعضهم في الباك جراوند ويحطوا الخطة بتاعة الاسبوع ويقرروا اذا كانت الخطة دي عايزة تتعدل ولا لا، وده هيبقى بناء على البيانات بتاعتي. يعني لو انا عدلت البروفايل بتاعي ان انا حصل لي اصابة لا قدر الله، او وقت الشغل بتاعي اتغير، او عايز اغير وقت التمرين، الايجنتس هتعرف كل دوت ولوحدهم هيشتغلوا من غير اي تدخل مني، وهاجي في اخر الاسبوع هلاقي الخطة بتاعتي جاهزة، الخطة التدريبية والخطة الغذائية. احنا النهاردة هنستخدم انتي جرافيتي 2. تقدر تروح على اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكريبشن وتعمل لها داونلود. انا طبعا مداونلود انتي جرافيتي قبل كده وعندي المشروع بتاعي، بس انت لو اول مشروع ليك هتيجي هنا تختار نيو بروجكت، بعد كده هتشوف مكان فاضي على الجهاز عندك وتعمل فيه فولدر باسم المشروع وتدوس اوبن. بعد كده هتختار الايجنت سيكيورتي وهتختار الديفولت عشان يبقى ليه اكسس على الفولدر بتاع المشروع بتاعك بس. هتدوس نيكست وبعد كده هتديله نيم، انا هنا سميته بيرسونال هيلث اوركستريتور، وكده يبقى انت عملت المشروع بتاعك. انا طبعا عشان كنت عامله قبل كده فمش راضي يقبل نفس الاسم تاني. تقدر طبعا في اي وقت ترجع على البروجكت وتيجي من تحت هنا من على علامة الترس اللي على اليمين تدوس عليها وتغير اي حاجة في السيتنجز بتاعة المشروع. اهم حاجة هنا تبقى انت متأكد ان المشروع بتاعك على مكان انت ليك اكسس عليه، عشان هنعمل فيه ملفات بعد كده اللي هيكون فيها البروفايل دوت جيسون والمعلومات بتاعتنا. ودلوقتي انا هروح على الفولدر بتاع المشروع وهعمل فايل جديد فاضي اسمه بروفايل دوت جيسون. طبعا هسيب لك اللينك بتاع الفايل وكل المعلومات في الديسكريبشن. ده بقى بيكون فيه كل المعلومات عني او فيه البروفايل الكامل بتاعي،
يعني هنا مثلا انا مديله اسمي وشغلي، ومديله البايومتريكس او سني وطولي ووزني، والبادي فات برسنتج او نسبة الدهون لو انت عارفها. طبعا انت تقدر تضيف سطور هنا، او تقدر تضيف حاجات زيادة، وتقدر تمسح حاجات، وتقدر تعدل حاجات. فدي الفلكسبيليتي او المرونة اللي احنا محتاجينها. فهنا انت بتعدل الفايل دوت وبتحدثه كل اسبوع. مثلا لو عندك تحديثات، ايدك وجعاك، رجلك وجعاك، فهو بيبتدي يعمل لك البلان الجديدة بناء على كده. فلو جيت بصيت هتلاقي هنا انا مديله الكرنت انجريز او الاصابات الحالية. تقدر تحطها مثلا ان في وجع في كتفك، شولدر بين. ومديله كمان الفتنس بروفايل بتاعي، الكرنت ليفل، هل انا في ليفل متقدم او في ليفل مبتدئ. الانفايرومنتس ايه، عندي الجيم، عندي البيت. مديله كل المعلومات حتى عن النيوتريشن بروفايل بتاعي، ايه اللي انا عايزه في الوجبات بتاعتي. هل مثلا انا بحب الحاجات اللي فيها بروتين اكتر، بحب اطبخ مثلا، او بحب اجيب اكل من بره، الحساسية ضد حاجة معينة مثلا. فبيبقى فيه كل المعلومات اللي انت تقدر تحطها عن نفسك. وكل ما كانت المعلومات دي ادق وصحيحة، كل ما هيطلع لك بلان احسن وتتماشى بالظبط مع الحالة بتاعتك. وهنا في الاخر انا مديله الجول اللي انا عايزه يوصلني ليه. يعني الهدف من الخطة التدريبية مع الخطة الغذائية، مثلا ان انا عايز ازيد وزن، عايز اخس وزن، عايز ازيد في الحجم، عايز اعمل لياقة بدنية. على حسب الحالة بتاعتك وعلى حسب اللي انت عايزه بالظبط هتوصفه له في الجول. بعد كده هرجع على انتي جرافيتي، ومن على الشمال هفتح القائمة واختار شادول تاسكس. هختار اسم المشروع بتاعي، وهدي التاسك ديت نيم. انا هنا هسميها فيتنس هيلث تشيك، وهقول له انها ترن او تشتغل كل اسبوع يوم الجمعة الساعة 9 الصبح. وهنا بقى هكتب البرومبت اللي بيقول للتاسك ايه اللي يحصل بالظبط، وكم ايجنت موجود وبيعملوا ايه، وكل التفاصيل اللي تحصل كل ما التاسك دي تشتغل. طبعا هسيب لكم البرومبت دوت والبروفايل دوت جيسون، كل حاجة هسيبها لكم في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. اهم حاجة هنا بقى ان انا جيت في الاخر واديته المكان بالظبط بتاع الفايل اللي اسمه بروفايل دوت جيسون، الفايل او الملف اللي فيه كل المعلومات بتاعتنا. وقلت له انك لازم تقرأ الفايل ده كويس، وكل مرة تقراه من المكان دوت عشان التاسك تبتدي تشتغل. وبكل بساطة هنا اقدر اجي عند شادوال واختار كاستم، واعمل بيست للسترنج دوت او الرموز ديت. وهنا انا بقدر اعرف السيستم ان التاسك او المهمة ديت تشتغل كل قد ايه. دي معناها ان انا بعمل كرون جوب او تاسك بتشتغل كل فترة معينة. انا هنا قلت له انها تشتغل كل 3 دقايق عشان اجرب التاسك هتبقى عاملة ازاي. تقدر تيجي من الثلاث نقط اللي فوق على اليمين وتدوس على فيو لوجز، وهنا هيقول لك اللوجز او ايه اللي حصل بالظبط في التاسك ديت. يعني هنا مثلا بيقول لك ان النكست ران هترن في الوقت دوت او هتشتغل في الوقت دوت. وهنا هتقدر تشوف الايفنتس. خلينا كده نبص سريعا على الكريدتس او على الكوتا بتاعتنا، عشان نعرف التاسك ديت تقريبا هتاخد قد ايه من الكوتا كل مرة. وهنا انا عندي الويكلي ليميت 100%، والليميت بتاع الخمس ساعات 97%. لو جينا تاني ورجعنا على التاسك هنلاقي ان في بروسيس شغالة او في عملية شغالة. نقدر نشوف اللوجز من فوق، ولو دخلنا على التاسك هتلاقي ان هو هنا البروسيس شغالة وبيسألني سؤال، عايز ان اديله ريد اكسس على الفايلات ديت. فهقول له allow وهسيبه يكمل شغل. هيفضل شغال شوية كده، بعد كده طلع لي سؤال قال لي ان هو عايزني اعمل ابديت للبروفايل دوت جيسون، وقال لي على التغييرات اللي هو عايزني اعملها عشان يقدر يحط لي البلان الكويسة اللي تقدر تمشي مع الحالة بتاعتي. وهنا انا رحت على الفايل اللي اسمه بروفايل دوت جيسون وعدلت البيانات، وبعد كده جيت هنا قلت له ان انا عملت ابديت للبيانات ديت. قلت له كلمة واحدة بس updated، وبكده بقى معاه كل البيانات والمعلومات اللي عايز يعرفها عشان يعمل لنا الخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية ديت هي اللي هتعمل الأربعة ايجنتس. في ايجنت اسمه الماستر، والايجنتس التلاتة التانيين كل واحد خبير في حاجة، وهيعمل لها الكونفيجريشن او الاعدادات عشان تشتغل كل اسبوع يوم الجمعة الساعة 9 الصبح. وبعد ما قريت البلان وراجعتها واتأكدت ان كل حاجة تمام، رحت دوست على بروسيد. دلوقتي هو هيبتدي ينفذ البلان ديت او الخطة ديت، وهيبتدي يسبين اب الاربعة ايجنتس او يعمل الاربعة ايجنتس عشان يبتدوا يطلعوا لي الخطة التمرينية او خطة التدريب اللي انا همشي عليها. وزي ما احنا شايفين دلوقتي هو بدأ يعمل الايجنتس ويعمل لهم configuration عشان يشتغلوا في الميعاد المحدد.
دلوقتي مثلا هو عمل الكلينيكال فيزيوثيرابيست ايجنت، ودلوقتي بيعمل الفيتنس ترينر ايجنت، وبعد كده هيخلص ويعمل النيوتريشنست او يعمل الايجنت بتاع خبير التغذية، وبعد كده هيخلص ويطلع لي الويكلي بلان او الخطة الاسبوعية اللي انا همشي عليها. طبعا كل الكونفيجريشنز ديت احنا عملناها مرة واحدة بس انت كل اسبوع هتلاقي الخطة بتتجدد، وهتقدر تفتح تشوف ايه التجديدات وايه الحاجات الجديدة اللي اتضافت في الخطة. ولو انت عدلت في البروفايل بتاعك اللي هو البروفايل دوت جيسون، عن طريق مثلا انك كتبت ان في اصابة جديدة، ان في وقت اتعدل في اوقات شغلك، فهتبتدي البلان تلقائيا تتحدث وتراعي الظروف اللي انت حطيتها في البروفايل دوت جيسون. دلوقتي هو خلص وعمل الخطة التدريبية بتاعتي، ولو لاحظنا هنا ان هو عامل لي كمان حاجة لطيفة جدا. دي مش تبع التمرين بس، دي اطالات كل يوم تعملها. كل يوم تعمل دقيقة من التمرينات ديت عشان تعمل لك موبيليتي او تحرك الاجزاء اللي ما بتتحركش وانت قاعد على الكرسي. كمان هنا بقى كاتب لك في التمرين الأساسي كل التفاصيل اللي انت محتاجها، ايه الأيام اللي تتمرن فيها لمدة قد ايه، وايه اللي تركز عليه في التمرين، وكاتب لك التفاصيل بتاعت كل يوم. طبعا كاتب لك التمارين اللي هتلعبها بالظبط وكل التفاصيل اللي انت محتاجها، يعني هتلعب كام عدة في كل تمرينة وايه هي التمرينات بالظبط. وكمان كاتب تحت تيبس، التيبس ديت بتساعدك انك ما تحصلكش اي اصابة وانت بتلعب. يعني هنا مثلا بيقول لك شيل الدمبل بشكل افقي عشان ما تحملش على السباين او ما تحملش على الغضاريف اللي في اخر ظهرك. فبجد كاتب تفاصيل كويسة جدا، وحاجات منها اصلا ممكن تلاقي الفيزيوثيرابيست بيقولها لك لو انت بتروح لفيزيوثيرابيست عشان مثلا وجع الظهر او عشان كل المشاكل اللي بتحصل من القعدة على الكرسي. فهتلاقي كل التفاصيل بتاعة التمرين، وهتلاقي برضو في الاخر النيوتريشن بلان او خطة التغذية بعدد الكالوريز اللي انت المفروض تاخدها بناء على وزنك وطولك وسنك، وهتلاقي مقسم لك الوجبات اللي انت هتاخدها مكونة من ايه، وكمان قايل لك على الوجبات اللي انت تقدر تحضرها في ربع ساعة 15 دقيقة عشان وقت شغلك، وفي نفس الوقت تقدر تاخد احسن استفادة من الاكل، ويبقى التمرين ماشي مع خطة التغذية فتقدر تشوف تقدم. وهنا حتى كمان قايل لي اطبخ ايه في الويك اند واعملها ازاي وكل المكونات اللي موجودة. فدي حاجة كويسة جدا بصراحة. وبالمناسبة في البرومت اللي احنا حطيناه للتاسك، نقدر نقول له اعمل لنا الويكلي بلان او الخطة الاسبوعية دي بالعربي. وطبعا لو رجعت على الفولدر بتاع المشروع بتاعي هلاقي فايل اسمه weekly_plan.md. الفايل دوت هو ده اللي فيه البلان وفيه كل حاجة، بس مش مفتوح بانتي جرافيتي، انا فاتحه بتكست اديتور عادي. انا هنا بستخدم براكتس، ممكن تستخدم اي حاجة تانية، بس الفايل دوت تقدر بقى تعمل له شير مع حد، تقدر كمان تديه لحد، وتقدر تجنريت بلانز لاصحابك. ولو انت بقى مدرب فتنس فانت تقدر تعمل اوتوميشن للكلام ده كله بنفس الطريقة، وتقدر تديه للعيبة بتاعتك، وتقدر كمان تشوف او تتابع التقدم بتاعهم. لو رجعنا هنا بقى بصينا على الكريدت هلاقيه خد 7% من الكريدت الأسبوعي، وتقريبا 40 أو 41% من الكريدت بتاع كل 5 ساعات. وبكده يا صديقي تكون عرفت يعني ايه AI Agent Orchestration وازاي بتعمله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديدة، واشوفكم على خير ان شاء الله.